عايز تعرف ازاي تستغلها افضل استغلال، ازاي تبقى مستعد ليها وعايز تخلي كل لحظة فيها محسوبة، تعالوا نكتشف مع بعض كل تفصيلة مهمة عشان تكون مستعد لليوم العظيم ده، وايه الذكر اللي يفتح لك ابواب الرحمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما كلنا عارفين ان ليلة القدر هي من اعظم الليالي في السنة، وكلنا عارفين ان هي في العشر الاواخر، لكن انهي ليلة بالظبط وليه هي خير من 1000 شهر؟ النهاردة هنتكلم عن افضل الطرق لاستغلال ليلة القدر، وكمان هنوضح الذكر اللي نقوله عشان نكون اقرب الى الله فيها. ليلة القدر مش مجرد ليلة عادية في رمضان، هي ليلة استثنائية ليها مكانة خاصة جدا في قلب كل مسلم، وربنا سبحانه وتعالى خصها بالذكر. قال عنها إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. تخيلوا يعني عبادة ساعة واحدة فيها بتساوي عبادة 83 سنة. بعض التفاسير قالوا إن ليلة القدر هي الليلة اللي بتكتب فيها الأقدار السنوية للعباد، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيحدد فيها رزقك وأعمالك للعام القادم. عشان كده بنقول إن الدعاء في ليلة القدر بيغير مجرى حياتك. ومن هنا بنفهم ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكثر من العبادة في العشر الأواخر من رمضان. الليلة دي مش بس فرصة لزيادة عبادتنا، لا هي كمان فرصة للتوبة والاستغفار من كل ذنب ارتكبناه في الماضي. طيب ازاي نحدد وقت ليلة القدر؟ زي ما كلنا عارفين إن وقت ليلة القدر مش محدد ولا احنا عارفينه، وده بيخليها أكتر ميزة في رمضان، لأن ربنا سبحانه وتعالى أخفى توقيتها عشان دايما نكون في حالة ترقب وتخوف، تعبد مستمر، وبالتالي تستغل العشر الأواخر كلهم في العبادة. لكن في الغالب الليلة دي بتكون في العشر الأواخر ليلة فردية، يعني 21 23 25 27 29. الليلة اللي المعظم بيقولوا إن هي ليلة 27. في حديث عن النبي فيما معناه إن إحنا نستغل العشر الأواخر وخصوصا ليلة 27، لكنه ما خصهاش برضو وقال إن احنا نستغل العشر الأواخر ونكثر العبادة في الليالي الفردية. وعندنا العلماء أصلا بيعتقدوا إن ليلة القدر ممكن تتغير من سنة للسنة، يعني سنة تبقى 23 سنة تبقى 29. سيدنا محمد بيقول من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني مش مجرد تحديد ليلة الأجر هو اللي هيفرق في عبادتنا، لكن كمان النية الصادقة في العبادة والإيمان بيكون ليهم دور كبير جدا. ولو عايز تعرف الليلة دي بالتحديد اللي عندك نية صافية وركز على العشر الأواخر كلها. ممكن زي ما بيقولوا بعض العلماء إن السماء بتبقى يومها هادية، الجو معتدل. ذكر في ليلة القدر ليه طابع خاص عشان الليلة دي بتكون فرصة العمر، والذكر فيها بيعتبر من أهم أنواع العبادة اللي ممكن نقوم بيها. ومش بس كده، لكن كل ذكر بتقوله بيكون ليه قوة خاصة. وأول ذكر لازم تبدأ به الليلة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. والذكر ده الرسول صلى الله عليه وسلم قاله للسيدة عائشة لما سألته يا رسول الله إذا وافقت ليلة القدر فماذا أقول؟ أجابها النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء ده. طب ليه الدعاء ده أصلا ليه أهمية خاصة؟ إن العفو من ربنا هو أعظم أنواع الفضل، فربنا سبحانه وتعالى لما بيعفو عن العبد بيغفر له ذنوبه حتى لو كانت كبيرة. دايما الدعاء ده بيعبر عن التوبة الصادقة، والتوبة هي الطريق الأقرب للغفران. التفسير برضو بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكثر من الاستغفار ليلة القدر، لأن الغفران هو أول خطوة نحو التوبة والتجديد الروحي. يعني لما بندعي بالاستغفار بتتفتح لنا أبواب الرحمة. كمان من الأذكار المستحبة في ليلة القدر سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم، اللي بتفتح لك أبواب المغفرة والرحمة من ربنا، وكل ما داومت على ترددها كنت أقرب لرحمة ربنا. وقال بعض العلماء إن سبحان الله وبحمده تعتبر من الأذكار اللي بتمحو الخطايا مهما كانت، إنها بتحمل في طياتها تسبيح لله في كل شيء، وبتظهر الاعتراف بعظمة الله وقدرته. والذكر المهم الثالث هو لا إله إلا الله، وترديد الكلمة دي بإيمان نابع من القلب ليه ثواب عظيم جدا. من الأحاديث اللي بتتحدث عن فضل لا إله إلا الله هو حديث من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. وكل ما تقولها بصدق في الليلة دي هتكون ليك السعادة وراحة البال. الذكر الرابع معانا هو الله أكبر، وتكرار الله أكبر في الليلة دي ليه معاني كبيرة، لأنه بيعزز من إيمانك بعظمة الله، وبيفكرك دايما إن ربنا أكبر من أي مشاكل، وإن في اللحظة دي كل حاجة بتكون تحت قدرته ومشيئته.
كمان بيديك إحساس كبير من الراحة والطمأنينة اللي بتخليك تحس إنك بين إيدين ربنا. ومش بس الذكر هو المهم، لكن النية والإخلاص في قلبك هم سر تقبل الأذكار دي. ولو أنت مخلص في قلبك وأنت بتردد الأذكار دي، هتحس بإنك أقرب لربنا، إنه سبحانه وتعالى بيستجيب لدعواك. في ليلة القدر دي فرصة من الفرص اللي بتيجي مرة في السنة إنك تفتح قلبك لربنا وتطلب منه كل حاجة. الاستفادة من ليلة القدر مش بس بتكون بالكلام والتمنيات، لكن لازم يكون في تطبيق عملي ليها. زي ما قلنا إن الذكر والدعاء هم أساس العبادة، لكن في بعض الخطوات اللي تقدر تخلينا نجتاز ليلة القدر ونستغلها بشكل عملي أفضل. أول حاجة إن احنا نحدد نوايانا وأهدافنا الروحية. يعني قبل ما تدخل في الليلة وتبدأ في العبادة، حدد أنت عايز مغفرة، أو عايز تجدد علاقتك مع ربنا، أو عايز تدعي ربنا عن رزق وحالة صحية. أهم حاجة إنك تبقى فاهم أنت ليه أصلا جاي تدعي، لأن زي ما قلنا النية هي الأساس في قبول الدعوات. تاني حاجة هنعملها العبادة المستمرة على مدار الليل، والليلة دي فرصة عظيمة جدا، فممكن تقوم الليل كله أو تقسمه بين الصلاة والدعاء والذكر. وزي ما احنا عارفين ان الليل بيتقسم 3 أجزاء، والجزء الأخير أو الثالث من الليل هو أفضل جزء، لأن ربنا سبحانه وتعالى بينزل في الجزء الأخير من الليل عشان يسمع الدعوات ويغفر الذنوب. عشان كده أفضل لحظة تطلب فيها الدعاء والمغفرة بتكون في الثلث الأخير من الليل. عايزين تالت حاجة نعملها السنة دي إن احنا نحدد دعاء بيخصنا. الدعاء في ليلة القدر مش شرط خالص إن هو يكون دعاء عام زي اللهم اغفر لي. عايزين نجرب السنة دي إن احنا نصيغ دعاء خاص بينا. لو عندك مشكلة في الرزق، عندك مشكلة صحية، تقول اللهم ارزقني الشفاء، اللهم إني أسألك رزقا من حيث لا أحتسب. تخصص جزء خاص من الدعاء يكون خاص بحياتك. من أكبر الطرق عشان تحصل على رضا الله هي الصدقة. يعني لو عندك فرصة تساعد شخص سواء بالمال أو حتى بالكلمة الطيبة أو حتى بالابتسامة، ده بيكون من أفضل الأعمال. من المعروف أصلا إن الصيام بيخلص الإنسان من الذنوب، لكن الصدقة في ليلة القدر تزود الأجر أضعاف مضاعفة. ممكن تعمل جدول مع عيلتك أو صحابك في الليلة دي عشان تعززوا روح المعاونة. تكون عبادة جماعية بتعزز من الروحانية وبترتقي بالنية بشكل أكبر. حتى لو أنت مش قادر تصلي قيام الليل كله، ممكن تدعي، ممكن تشاركوا سوا وتعينوا بعض على ده. وقراءة القرآن في الليلة دي مش لازم تكون مجرد قراءة عادية، حاول تكون مستشعر معاني القرآن وانت بتقرأ، ولو قادر تقرأ جزء أو 2 وتكون مستشعر كل معنى، وحاول تكون مع كل آية في ذهنك، حاول تتفاعل معاها وتفكر فيها، وده هيقربك أكتر من ربنا. وفي ليلة القدر كل لحظة غالية وكل دعوة ليها قيمة عظيمة. اغتنم الفرصة دي وخلي قلبك مليان بالتوبة والدعاء والتغيير. اوعى تخلي الليلة تمر من غير ما تكون فيها أقرب لربنا، بدون ما تشارك الخير مع الناس وتكون سبب في سعادة أو راحة غيرك. واوعى تضيع الوقت ده، هو وقت للإجابة والمغفرة والرحمة. ولو لقيت الفيديو ده مفيد وعايز تضاعف الأجر، شاركه مع اللي حواليك وقول لنا ايه أكتر حاجة هتعملها في ليلة القدر. ولو عايز تتشجع عن العبادة والدعاء، هتلاقي لينك جروب، انضم وهنساعدك انك تعمل ده كله بسهولة. وكمان ما تنساش تشترك في القناة وتتابع كل الفيديوهات اللي هتساعدك في رمضان وتعلمك اكتر عن طرق الاستفادة من كل لحظة في الشهر الفضيل. ومستنية منكم تفاعل حلو، وكل سنة وانتم طيبين.